ما قلتلناش ازاي راوتر اورنج انا مركب عليه شريحه وي. لازم تبقى فاهم ان شركات الاتصالات بتحب تقفل الراوترات بتاعتها على شركاتها بس، بحيث انت تبقى مضطر ان انت تفضل شغال مع الشركه ديت حتى لو في شركه تانية فيها عرض احسن، لان الراوتر بتاعها مش بيشغل شريحه غير شريحه. المصدر التاني راوتر 4G من وي اللي هو ده. انا عارف ان دي مش وي، بس استنى لاخر الفيديو. ازاي تكسر حمايه الراوتر بحيث ما تحتاجش تشتري راوتر جديد، ولكن تخلي الراوتر اللي اوريدي عندك اللي شغال على شركه معينه يشتغل على باقي الشركات، كمان عقدي خلص فما لهمش حق. ده اللي انا هشرحه لك في الفيديو ده. على سبيل المثال ده موقع توبيزل، لو دخلت عملت سيرش بكلمه راوتر هتلاقي راوترات شركات كتيره معروضه للبيع، وبتبقى معروضه باقل بكتير جدا من سعر الراوتر دوت لو اشتريته مش مقفول على شركه معينه. زي الراوتر ده مثلا ماي فاي ب 700 جنيه، ودوت مثلا مقفول على فودافون. انا دخلت هنا على جروب عشوائي راوترات كل الشركات. الراوترات ديت بيبقوا هم فاكين حمايتها وبتبقى جاهزه انها تشتغل على كل المنصات وهم بيبيعوها، فبالتالي في ناس بتشتري الراوترات ديت باقل من ثمنها بكتير، تفكها وتبيعها، اي نعم مش بنفس الثمن بتاع السوق فتكسب فيها. لكن انا هنا في الفيديو مش هشرح الموضوع بالطريقه ديت، لكن انا بس انا الراوتر ده عندي بقاله سنتين او 3 سنين وانا مكسر اشتري راوتر جديد. اولا لازم تبقى عارف ان الراوترات ليها انواع كتيره مختلفه. اهم حاجه محتاج تعملها ان انت تقلب الراوتر وتبص هنا وتسيرش على الموديل بتاع الراوتر عباره عن ايه. هنا هوت على سبيل المثال الموديل اهو، انا هكتبه على جوجل واكتب جنبه كلمه انلوك. انا بصراحه جربت الموقع ده اللي هو اسمه unlockmyrouter.com. نزلت دوست هنا كليك هير تو بليس اوردر، لقيتهم هيدفعوني $3. لما حسبتها لقيت ان انا هدفع 150 جنيه واصحي راوتر قديم عندي بدل ما اشتري راوتر جديد ب 1000 ونص ولا 2000 ولا حتى 3000 جنيه. قلت يستاهل. كل اللي محتاجه هنا تعمله تملاه اول حاجه الموديل، واحنا اوريدي عارفين نجيبه ازاي. تاني حاجه الكونتري والنتورك اوبريتور ايجيبت، وتكتب مين الشركه اللي قافلاه اللي هي في حالتنا هنا اورنج، وتكتب هنا الاي ام اي اي نمبر اللي هو ده. فدخلت دفعت بالباي بال، عملت الاوردر الساعه 2:30، ردوا عليا بعديها بساعتين تقريبا باعتين لي الكلام دوت، الموديل والاي ام اي اي والانلوك كود. انلوك كود دوت هنوصل للراوتر، وبعد كده نفتح الصفحه بتاعت الراوتر عن طريق 192.168.1.1. انا اوريدي فكيت الراوتر بتاعي، لكن دوت على سبيل المثال فيديو يجيب الراوتر يوصله ويشغله. اهو بيدخل اي شريحه، بيفتح صفحه الراوتر، بتلاقي عندك زرار اسمه انتر اس اي ام لوك كود، بتدوس عليه يفتح لك صفحه. الصفحه دي طبعا هيبقى شكلها شكل اورنج، وهتلاقي اللوجو اورنج هنا اهوت. بتكتب السم لوك كود دوت اللي جالك هنا اهوت من الايميل، وكده مبروك عليك الراوتر بتاعك بقى شغال ومفتوح على كل الشبكات. وانا هنا اهوت عندي راوترين 4G. الراوتر دوت عرفت افكه والراوتر دوت ما عرفتش افكه، لان انا لما عملت سيرش بالموديل بتاعه لقيت ان هو مش متاح له فك. فانت برده سيرش بالموديل بتاعك وشوف. في طريقه ثانيه اسمها اوبن دبليو ار تي، ده سوفت وير بينزل على الراوترات. ممكن تسيرش طبعا على يوتيوب، تكتب اسم الموديل الراوتر بتاعك وتكتب ازاي تنزل عليه اوبن دبليو ار تي. ممكن الجهاز بتاعك كتير فيها بس الموضوع يستحق التجربه، وغالبا انا بس مكسل اعملها على الراوتر ده، بس غالبا هي دي الطريقه اللي اعملها على الراوتر ده، بحيث افكه واشغله برده على اي حاجه. وكمان السوفت وير ده بيديك ميزات افضل واكتر للراوتر بتاعك. وكده انت عارف